الحياة تمر بسرعة، وخلال لحظات يمكن للكارثة يا للهول أن تضرب. حين قد تشكل القرارات التي تتخذونها لا 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 الفرق بين الحياة والموت. فماذا ستفعلون؟ نحن نسقط. ضعوا أنفسكم قيد الاختبار لتروا إن كانت لديكم المقومات اللازمة للبقاء على قيد الحياة. فهل تتصرفون أم تموتون؟ جرفت التربة في طريقها، انجرف التراب عبر الجبال، فغمر الطرقات وفاجأ السائقين على حين غرة، فحاصر البعض انجرف التراب عبر الجبال، فغمر الطرقات. طالما جرفت ستفعلون: ألف، تلازمون سيارتكم وتضعون حزام الأمان. باء، تقودون سيارتكم نحو سد لإبقائها ثابتة في مكانها. أم جيم، تتركون سيارتكم وتهرعون نحو الأرض المرتفعة. إليكم ما يجب أخذه بعين الاعتبار. أنتم في سيارتكم ومحاطون بانجراف ترابي هائج، وتواجهون خطر جرفكم حتى الموت. هذا السيل الجارف من الصخور والتراب والأنقاض هو ما يسميه الخبراء بالانحدار الشامل. تدفع الجاذبية هذا الطين الرقيق المميت عبر تلال شديدة الانحدار حتى سرعة تبلغ 48 كيلومترا في الساعة، وفيما يتجمع في الطريق الضيق يواصل جمع الأنقاض مكتسبا قوة دافعة هائلة بما يكفي لتقتلع الأشجار وتخرج الجلاميد وتجرف سيارة كما لو كانت ورقة في مصرف مجار. يا للهول، لا أصدق. إن رغبتم في التغلب على هذه الكارثة المهولة فسيكون عليكم التفكير بسرعة، لذا اتخذوا قراركم: ألف، باء، أو جيم. إذن ماذا ستفعلون؟ إن تخوفتم من أن تكون سيارتكم على وشك أن تجرف، قد تحاولون تركها والجري نحو أرض مرتفعة لا يتطلب الأمر إلا 20 سنتيمترا من المياه الجارية لوقف ملامسة سيارتكم للطريق. يا للهول، يا للهول. لذا فإن حدسكم الذي يدفعكم إلى الفرار ليس خاطئا، لكن قد يكون توقيتكم كذلك، لأنه حالما يبلغ هذا الفيضان مستوى الكاحل سيتحرك بقوة كافية ليسقطكم أرضا، ولن تقعوا في المياه فحسب. فيما يسيل الفيضان من الجبل يجرف معه أطنانا من التربة فتكتسب كثافة الإسمنت الرطب. إن غمركم الفيضان فأنتم تواجهون خطرا مماثلا بأن تضربكم أنقاض تتحرك بسرعة فيما تغرقون. لذا فأثناء جريكم قد تتعرضون لدهس مميت. ربما عليكم قيادة سيارتكم نحو سد، فهذا قد يبقيها مثبتة مكانها، لا سيما بما أنكم بتم تعرفون الآن أن الأمر لا يتطلب سوى 20 سنتيمترا لتحويل سيارتكم إلى قارب لا يمكن التحكم به. لا. إن حتى إذا تمكنتم من تثبيت سيارتكم عند سد فيمكن لكل التراب والأنقاض المنجرفة أن تتكدس فوق سيارتكم أو حتى داخلها، وقد يستمر الوحل في التكدس إلى أن تدفنوا. لكن هذا إذا لم تصبكم صخرة أولا. فيما يتدفق بسرعة عبر التلال الشديدة الانحدار يمكن للجرف الطيني أن يزيح صخورا ضخمة، كما أن جلمودا يسقط من الأعلى لديه القدرة على تحطيم سيارة كصفيحة معدنية. إن
اخترتم التثبت في مكانكم وتسليم أمركم للقدر. إذن ماذا يجب أن تفعلوا؟ منقذكم الوحيد والمؤكد لتلافي هذه الكارثة هو عبر الابتعاد قبل وقوعها. لكن بما أن هذا ليس بخيار متاح، لا تخرج! فإن أفضل فرصة لديكم للنجاة من هذا الفيض من الأوحال هو مبارحة مكانكم وربط حزام الأمان. الآن صلة الاحتكاك بين عجلاتكم وما تبقى من الطريق تبدو صامدة. أرجوك لا تغادر السيارة. وهذه أفضل وضعية يمكن لكم التواجد فيها. ببقائكم داخل سيارتكم ستبقون محميين من أطنان من الأنقاض العائمة. وإن بدأت سيارتكم تعوم فإن ربطكم لحزام الأمان سيقيكم من التعرض للسحق داخل السيارة. يا للهول! وإن حالفكم الحظ فستتمكنون من الصمود حتى ينحسر الفيضان. غير أن هذه الخطوات لا تشكل أي ضمانة. يزعم الخبراء أن أهم ما ينبغي تذكره في هذا الوضع هو المراقبة والتقييم والتصرف. إن راحت سيارتكم تمتلئ بالأوحال أو